الرحمن الرحيم. حبايبي طلاب تاني اعداد، اصحى معايا كده في الدرس ال العمليات على الاعداد الحقيقيه. يقصد بالعمليات اللي هي الجمع والطرح والضرب والقسم. طب هنا السؤال ده هو بيقول لي اختر الاجابه الصحيحه من بين الاجابات المعطاه. فرقم واحد سالب 2 جذر 3 بجذر 3. العدد اللي بره ينضرب في العدد اللي بره، يبقى سالب 2 في 1 يديني سالب 2. طب جذر 3 بجذر 3 يديني جذر 9 ب3، يعني سالب 2 في 3 يديني سالب 6. الاختيار الصح بتاعنا يا اولادي سالب 6. تعال نشوفوا رقم 2. في رقم 2 بيقول لي 5 زائد 7 جذر 2 ناقص 4 زائد جذر الاثنين. تمام. طيب هنا 5 نقص 4 ديت أعداد صحيحة، ممكن جمعها وطرحها، ولكن دي أعداد غير نسبية جمعها وطرحها مع بعض. طب 5 نقص 4 يديني كام؟ 1. طيب 7 جذر 2 زائد 1 جذر 2 هيديني يا جماعة 8 جذر 2. يبقى احنا عندنا هنا يبقى الاختيار الصح بتاعنا نمرة ج. خلاص. تعالوا نشوفوا السؤال رقم 3. هنا بيقول لي A زائد جذر 5 بتساوي 0. طيب ايه العدد اللي نعوض مكان ال A عشان الناتج يدينا 0؟ العدد عشان يدينا 0 يا اولاد لازم نحط عدد الجد ده بالظبط بس بإشارة مخالفة، معكوس جمع الجذر 5. طب ايه المعكوس الجمع الجذر 5؟ سالب جذر 5. يبقى الاختيار الصح بتاعنا سالب جذر 5. طيب هنيجي على دي، إذا كان ال A في جذر 2 يساوي الواحد، فما قيمة ال A؟ طيب ال A ده هي تعتبر عشان الناتج يديك واحد صحيح يعتبر المعكوس الضربي لجذر 2. طب المعكوس الضربي لجذر 2 اللي هو 1 على جذر 2. طيب لما يقول لي 1 على جذر 2، 1 على جذر 2، طب حط الواحد على جذر 2 دي في أبسط صورة، يبقى هنضرب في جذر 2 فوق وجذر 2 تحت. طيب جذر 2 على 2 يبقى جذر 2 على الاثنين، يبقى الاختيار الصح بتاعنا اللي هو جذر 2 على 2. نيجي نشوف السؤال رقم 5. يقول لي ما قيمة جذر 3 زائد جذر 3؟ هنا 1 وهنا 1 يبقى 2 جذر 3. تمام. تعال نشوف السؤال رقم 6 من ضمن الاختيارات اللي عندنا. ايه جذر 5 ناقص 4 جذر 5 بتساوي 3 جذر 5. الله. طب ايه العدد اللي نحطه هنا ننقص منه 4 يديني 3 اللي هو السبعة، يبقى الايه ب7 عشان 7 ننقص 4 يديني 3 جذر 5. طيب السؤال نمرة 7. 2 جذر 3 أس إن بتساوي 12. طيب عشان يطلع العدد ده بيساوي 12 يبقى لازم الإن تبقى ب2. ليه؟ عشان 2 جذر 3 أس 2 يبقى الاتنين في 2 بكام؟ ب4 في جذر 3 أس 2 ب3 يبقى الأربعة ب3 بكام؟ ب12. يبقى الإن دهيت يا ولادي لازم تبقى ب2. نيجي نشوف المسألة التانية دي. الواي جذر 2 ناقص 10 والإكس جذر 2 زائد 10. طيب في اللحظة ديت يا ولادي هنا بقول لي إكس زائد الواي، يعني جذر 2 ناقص 10 زائد جذر 2 زائد 10. سالب جذر 10 موجب جذر 10 روحوا مع بعض. طب هنا 1 وواحد يبقى 2 جذر 2 الكل تربيع. اضرب دي في نفسها مرتين، الاثنين في 2 ب4 وجذر 2 في جذر 2 ب2. الأربعة في 2 بكام؟ ب8. طيب السؤال رقم 9. إذا كان الجذر التكعيبي الخمسة زائد 3 ايه بتساوي 4 الجذر التكعيبي للخمسة، يبقى الايه ده هي يا ولادي لازم يطلع حد مشابه لده اهو عشان تتجمع معاه، يبقى الايه تطلع الجذر التكعيبي للخمسة، يبقى هنا 1 و3 يديك 4، يبقى الايه الجذر التكعيبي للخمسة. ما المعكوس الجمع لدي؟ المعكوس الجمع ديت اللي هو سالب 7 على جذر 7. طب عايز نحطها في ابسط صوره، يبقى اضرب في جذر 7 فوق على جذر 7 تحت. طب جذر 7 بجذر 7 تروح ب7، هيتبقى سالب جذر 7. الاختيار الصح بتاعنا سالب جذر 7.
حبايب طلاب تاني إعدادي، أنا هنسيب لك المسألتين دول واجب إن شاء الله. دمتم طيبين، فاهمين كويس خالص للرياضة. الرياضة سهلة معانا، ومع سلامة الله.